السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في تكملتنا في موضوع الشباب. تحدثنا في الحلقة السابقة في موضوع الواقع المعاش بالنسبة لأبنائنا وشبابنا في شتى البلاد. واقع يختلف من بلد لبلد، من أسرة لأسرة، واقع يختلف من مجتمع لمجتمع، ولكن هنالك يمكن أشياء قواسم مشتركة بين جميع الشباب. الآن نأتي للفرص المتاحة. زي ما ذكرت، الواقع ما هو كله مظلم، لكن بالمقابل هنالك في جانب مشرق، هنالك في أشياء كثيرة فيها إيجابيات. أولاً حنبدأ واقع الفرص المتاحة في الدول الغربية بشكل عام كما بدأت في الحلقة السابقة. الفرص المتاحة بالنسبة في الدول الغربية، إذا أنا هاجرت وتمكنت من أن أحمل جواز تلك البلاد، فرص التعليم متاحة، فرص العلاج المجاني، التأمين الصحي، التأمين الاجتماعي، أستطيع أن أطور ذاتي. البلاد توفر لي كل احتياجاتي من احتياجات الحياة العامة، فأستطيع أن أحقق إلى قدر كبير الرفاهية في تلك البلاد. وكذلك يكون عندي هو الجانب اللي هو الاستقرار، وأن الإنسان يشعر أنه هو مستقر، لا يلاحق بإقامة ولا إجراءات ولا فيزا وهذه الأمور اللي ذكرناها ضمن الواقع المعاش. فهذه الفرص المتاحة، إذا أنا هاجرت كيف أستفيد منها؟ أطور نفسي، أستفيد، أخذ قدر كبير من التعليم، الوسائل اللي هي الإنترنت، امتلاك الأجهزة، كلها متوفرة متيسرة بأسهل ما يكون. كل هذه الفرص المتاحة، والأكثر من ذلك إذا أنا تطورت وأنا وصلت، أستطيع أن أشارك حتى في إنه أتوظف في الدولة، وفي بل إنه في نماذج كثيرة جدا دخلت وصلت مرحلة إنه أعضاء في البرلمان في دول كثيرة، في السويد، في نيوزيلندا، عندنا كثير من الشباب اللي استطاعوا، في أمريكا نفسها، في كندا، في هذه الفرص، حتى في بريطانيا. فهذه النماذج اللي هي الإنسان اللي يطور ذاته، اللي يستطيع يستقل هذه الفرص، يستطيع أن يكون شيء له مكانته في هذا المجتمع. من الفرص كذلك المتاحة في هذه البلاد إنشاء الجمعيات. نحن ذكرنا أن الواقع فيه مشاكل، الفجوة بين الأجيال، مشكلة الغربة الاجتماعية، يشعر الشاب بعيدا عن مجتمعه لغياب الأسرة الممتدة. طيب، هذه الدول تتيح لك أن تؤسس جمعيات، تتيح لك أن تؤسس منظمات. هل نحن مستفيدين من هذه المنظمات، مستفيدين من هذه الفرص؟ الشباب نفسهم يستطيع أن يقود هذه الجمعيات، وهنالك نماذج كذلك مشرقة في السويد، في المنتدى الثقافي وغيره من الجمعيات، اللي حتى الجاليات في أستراليا. فهنالك ما شاء الله نماذج ناجحة للشباب، وصلوا ليس فقط مرحلة الدجري، لكن وصلوا كملوا الماجستير والدكتوراه. وأنا عارف نموذج لشاب ناجح في السويد ما شاء الله، هذا الشاب خلال 10 سنوات استطاع أن يكمل اللي هو مرحلة البكالوريوس، ثم كمل الدكتوراه في دراسته في الطيران، وما شاء الله الآن هو موظف له إمكانياته. هذا نماذج لو قارناه بآخر اللي ما استفاد. فبالتالي الدول فيها فرص تدريب، تأهيل، فرص استطيع أن أخذ قرض وأطور، أن أنا يكون عندي مدخرات، استثمر، أستطيع أن أساهم في المجتمع، أنا أطور حتى من مستوى المعيشة بالنسبة لأسرتي وبالنسبة للمجتمع بشكل كامل، بشكل كبير. كذلك في مسألة الجانب اللي هو اللي هو المسألة الهوية الإسلامية والروحية، هناك كثير من المساجد ما شاء الله، الآن نجد أنه شباب ما شاء الله عندهم مواقع في بريطانيا ما شاء الله، هم دعاة
واستطاعوا يعني إذا يعني كما جاء في الحديث اتقوا الله حيثما كنت واتبع على السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نحن يعني هذه الفرص المتاحة نستطيع أن احنا من سن مبكر كأسرة أن نربى أبنائنا أنه يعني نتقي الله حيثما كنا، ليس فقط في بلادنا أو في أسرتنا أو في مجتمع. يظل هو الإنسان إنسان بكل قيمه وانتمائه وهويته الإسلامية في أي مكان، فيظل هو نفسه هو شخص، هذا الشخص. يعني الفرص الأخرى الموجودة في بعض الدول، حتى الدول غير الإسلامية غير الغربية عفوا، غير الدول المهجر اللي هي زي ما ذكرنا، في دولنا اللي هي الأفريقية والشرق الأوسط في فرص استثمار. أنا أعرف نماذج لشابات ما شاء الله استطاعوا أن يعني الشابة عملت مركز يعني اللي هي الأسر المنتجة، طورت ذاتها ما شاء الله، أصبحت يعني يشار إليها بالبنان. وكذلك الشاب يستطيع أن يستفيد من هذه التكنولوجيا، يدخل كورسات أونلاين، والآن أصبح حتى العمل أونلاين، يستطيع أن يتوظف، وإذا أجاد اللغة الإنجليزية وعنده مهارات في الكمبيوتر يستطيع أن يكون موظف حتى في دول غربية يعني. فهذه نماذج الكثيرة والفرص المتاحة تتوقف على 3 عناصر. الفرص هي متاحة ونحن نؤمن بالوفرة وليس الندر، نؤمن بأن الإنسان يستطيع أن يستفيد من أي مكان هو موجود فيه، فقط أولا يدير ذاته، كيف يشعر بالمسؤولية، يكون عنده ثقة في نفسه، مسألة الذات نفسها، مسألة أنا كشخصية كيف أطور ذاتي، إحساسي بالمسؤولية، إحساسي بأنه أنا لابد أن يكون عندي هدف في هذه الحياة. والهدف الأساسي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الأرض لنعمرها ويستخلفنا فيها في هذه الأرض. والنقطة الثانية اللي هي نقطة الأسرة، المحور الأسرة. إذا الأسرة وضعت خطة لماذا أنا كونت هذه الأسرة، لابد أن أنا أبدأ استثمر في ابني من سن مبكر، يعني ما انتظر لحد ما يكون شاب ووصل مرحلة متأخرة. العنصر الثالث اللي هو المجتمع نفسه، يكون مجتمع داعم مشجع، مجتمع يعني مترابط متعاون. هذا المجتمع اللي يكون حقيقة حتى القادة يخرجون من المجتمعات اللي هي مجتمعات داعمة. فالإنسان ابن بيئته والبيئة لها تأثير كبير. فإذا نحن استطعنا هذه الثلاثة المحاور الأساسية أو العناصر الأساسية في استغلال الفرص واستفادة من الفرص المتاحة في أي بلاد، يعني في أي بلاد في أي بلد سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني سخر للإنسان مكان كيف نحن فقط نكتشف هذه الفرص وكيف نستفيد منها، كيف نستقلها استقلال إيجابي، كيف نستفيد من أوقاتنا، نستعين بالأصدقاء، نستعين بمن عندهم همم عالية. فالإنسان يختار لنفسه. فإذا حققنا في 3 هذه العناصر الأساسية اللي هي الفرد نفسه والأسرة والمجتمع، حقيقة حنتغلب كثير على المصاعب وعلى المشاكل وعلى الواقع اللي نحن عشناه. فيمكن تستحضرنا قصة قبل أختم بها هذا الجانب، اللي هي قصة الأسرة هاجرت، وسبحان الله أسرة بأكملها كانت تنتقل من بلد عبر البحر، وبعدين سبحان الله حدث حادث، يعني الوالد يعني سبحان الله في المركبة يعني دخل البحر غرق، يعني ما قدر يستطيع أن ينقذ هذا الأب. فهذه الأسرة أكيد يعني كانت صدمات، ونحن عندنا كثير من الصدمات، وهذا موضوع كبير جدا إن شاء الله يعني قد يحتاج نناقشه. لكن هذه الصدمات كيف يتقلب عليها الإنسان، كيف يكون هذا الجانب الأساسي فيه نحن يعني الصحة النفسية كيف نتقلب عليها. وإذا فعلا أنا يعني تعافيت من هذه الصدمات من هذه الضغوط، أستطيع أن أنظر للواقع اللي أنا أعيشه بنظرة إيجابية، وأستطيع أن أكتشف فيه الجوانب اللي هي الإيجابية وأستقلها وفي تطوير نفسي، وأكون أنا إنسانة منتجة. فنحن ما نحتاج إليه التوجه المنتج الذي يغير واقعنا إلى أفضل. وفي المقام الأول في كل شيء نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى، وإنه كل شيء مكتوب. يعني هذا الإيمان اللي هو اللي يقودنا واللي يحركنا في كل شيء. يعني أنا أؤمن تماما، أنا أسعى يعني سبحان الله واستعين بالله، ويعني نعقلها ونتوكل على الله سبحانه وتعالى،
لكن الرازق هو الله، المعطي هو الله. وبهذه المفاهيم وبهذه القناعة وبهذه الثقة وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى نستطيع أن ننظر للجانب المشرق. وصلنا إلى خواتم حلقتنا في هذا الجانب. نسأل الله أن يعني يبدل حالنا إلى أفضل حال، وأن يمتع أبنائنا وبناتنا وشبابنا بالأمن والاستقرار، وأن يكون لهم دور إيجابي في مجتمعاتهم. نستودعكم الله، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.